بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة أذكار الصباح. لا تنسوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والإعجاب بالفيديو لتعم الفائدة. فاليوم يا مشاهدينا الكرام سوف نتطرق إلى الخطوات الأساسية والضرورية التي يتبعها المسلم للاستعداد والتهيؤ للشهر الفضيل. كما تعلمون أن الشهر الفضيل لم يتبقى له إلا أياما معدودات، ويحل علينا إن شاء الله بالخير والبركة. فيا مشاهدينا الكرام، يجب عليكم أن تأخذوا ورقة وقلم وتدونوا هذه الخطوات التي ستنفعكم كثير في هذا الشهر الفضيل، وسوف تكونون قد حصدتم حصاد خير وأجرا كبير مع خروج هذا الشهر الفضيل. فبداية سوف نبدأ بها الخطوة الأولى، ألا وهي التوبة. التوبة يا إخواننا الكرام يجب أن تكون صادقة، يعني على المسلم أن تكون توبته صادقة، وذلك أن يكون هذه التوبة في جميع الأيام، ولا يعني فقط في رمضان. فلا يقول المسلم أنا أتوب فقط في الشهر الفضيل، وعند انتهاء هذا الشهر أعود لما كنت عليه، بل يجب عليه أن يتقيد بهذه التوبة في جميع الأيام. فيجب عليه التوبة مع الله من خلال ترك المعاصي والآثام والفواحش وغيرها كما تعرفون، والتوبة مع العباد من خلال طلب الاستسماح منهم أو أي تقصير في حقهم أو ظلمهم. كما تعلمون أن ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة هو القصاص، وهذا القصاص يا إخواننا يكون بين العبد والعبد الآخر، فهذا أمر مهم. فالذنوب التي تكون مع العبد والعبد الآخر أمرها صعب، ولا يكون حلها إلا بسماح الطرف الآخر. وكذلك يجب علينا ترك الغيبة. الغيبة يا إخواننا الكرام كما تعرفون أمر صعب، ونبه عليه إسلامنا. فنبينا الكريم في ليلة الإسراء والمعراج رأى قوما يخدشون جلودهم من أظافر من نحاس، فهذه الأقوام كانت كثيرة الغيبة. فيا أخي المسلم، احرص على ترك الغيبة قدر المستطاع، ويجب عليك ترديد هذا الدعاء الذي له سر عجيب، وإن شاء الله سوف تتخلص منها. فالدعاء هو كالآتي يا إخواننا الكرام: اللهم ألجم لساني من أن يخوض فيما لا يرضيك. كما قلنا سابقا أن هذه الغيبة أمر خطير وصعب، فهي تفسد كل عمل عملناه أو أجر كسبناه من الله. فالمسلم يجب عليه أن يتخلص من هذه الغيبة وترك مجالس اللغو. فهي تهدم جبالا من الحسنات، وهذه الحسنات تذهب هباء منثورا.
وكذلك الخطوة الثانية ألا وهي الدعاء. فيجب على المسلم أن يكرر الأدعية للاستعداد لهذا الشهر الفضيل. والأدعية هي عديدة، ومنها اللهم بلغنا رمضان، وكذلك اللهم اكتب أسماءنا من العتقاء من النار. وكذلك يجب الدعاء بالتوفيق للصيام هذا الشهر الفضيل ولقيامه والإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته. فيجب عليكم ترتيب هذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلني من الذين تكتب أسماءهم في صحيفة العتقاء من النار. اللهم اجعلني من الذين تشملهم رحمتك في هذا الشهر الفضيل. وهناك أدعية كثيرة. أما الخطوة الثالثة فهي الفرح بقدوم هذا الشهر الفضيل وبقربه، فهو فرصة للتغيير، وفيه أعظم ليلة ألا وهي ليلة القدر، الذي قال عنها عز وجل أنها ليلة خير من 1000 شهر. فهذا الشهر الفضيل هو فرصة لتغيير حياة المسلم والقرب إلى الله عز وجل وكسب الأجر والثواب. ففي هذا الشهر الفضيل تفتح أبواب الرحمة وتصفد أبواب الشياطين. والخطوة الأخرى هي إبراء الذمة من الصيام الواجب، يعني أن على المسلم أن يقضي ما عليه من دين قبل دخول هذا الشهر الفضيل، ولا يتركه حتى يحول عليه الحول قدر المستطاع وحسب كل وضعية كل إنسان. قضاء الدين يا إخواننا الكرام هو أمر مهم، يجب على المسلم الاهتمام به والحرص على قضائه قبل دخول الشهر الفضيل. كذلك خطوة أخرى وهي التزود بالعلم التي تقف على أحكام الصيام وفضل هذا الشهر الكريم. فيجب على المسلم أن يعرف الأحكام الصيام ويكون ملم بها من جميع النواحي، وذلك من مفطرات الصيام ومبطلاته إلى غير ذلك من الأحكام. فلا يترك حتى يدخل هذا الشهر الفضيل ويبدأ بالبحث عن الأحكام وطرح أسئلة على علماء الدين وغيرهم من الشيوخ. كذلك يا إخواننا الكرام هناك خطوة أخرى ومهمة، وهي الابتعاد قدر المستطاع عن الأعمال التي تشغلنا عن العبادات. فيجب علينا ترك الأمور التي تلهي المسلم عن أداء العبادات في هذا الشهر الفضيل، ويجب عليه إكمالها قبل دخول هذا الشهر الفضيل.
وهذه الأمور هي أمور كمالية، وذلك من التسوق وشراء الملابس وغير ذلك كما تعرفون من هذه الأمور وما نحوها. وهناك خطوة أخرى هي الصيام قبل دخول هذا الشهر الفضيل، وذلك من خلال التعود. كما تعرفون أن شهر رجب هو شهر الزرع، وشهر شعبان هو شهر سقي الزرع، وشهر رمضان هو شهر الحصاد. فيجب على المسلم تعويد النفس على الصيام من شهر رجب وشهر شعبان. فمن المستحسن إن كانت صحة المسلم جيدة فعليه أن يصوم أياما مثل أيام الاثنين والخميس من الشهر شعبان وشهر رجب. وكما تعلمون أن شهر شعبان كذلك يصوم فيه الناس. وذلك لكسب الأجر. فهذه هي الخطوات التي يجب على المسلم أن يكون ملما بها قبل دخول شهر رمضان الفضيل، من أجل تسهيل الأمر فيه واتباعها بدون تداخل أو تشابك في حياته اليومية أو في هذه الأيام الفضيلة. فهذه الخطوات تسهل على المسلم وتجعله يرسم خارطته التي يتبعها في هذا الشهر الفضيل من برنامج ختم القرآن والأذكار اليومية من الصلاة على النبي والتسبيح وغير ذلك، وكذلك من صلاة التراويح وقيام الليل وما إلى ذلك من العبادات. وفي الأخير نطلب من مشاهدينا كتابة الفوائد التي استخلصوها من هذا الفيديو، وترك التعليقات ومشاركة هذا الفيديو لتعم الفائدة والأجر والثواب وتسهيل الأمور على المسلمين فيما بينهم.